أكبر غلطة الست بتقع فيها دايما إن هي تفضل لو في حاجة مزعلاها من جوزها تفضل شايلاها وحبسها جواها، وتيجي حاجة جديدة تركنها جنب أختها، تيجي حاجة كمان تركنها جنب إخواتها، وتفضل الحياة مستمرة على كده. فيجي في يوم معين وتبص تلاقي الست انفجرت، يا اتطلقت يا راحت عند أهلها وخلاص أنا مش متحملة العيشة معاه، خلاص أنا ما أعرفش إيه، وتبتدي تخرج كل الحاجات اللي هي كانت حبساها جواها علشان ما تقولهاش وما تضايقوش، وتطلع قليلة الأصل. تيجي في لحظة زي كده وكل حاجة تخرج. ده أكبر غلط كل ست بتقع فيه. حضرتك من البداية لما يبقى في عندك مشكلة أو عندك حاجة مزعلاكي من جوزك قوليها له، قولي له لو سمحت الحاجة اللي أنت عملتها النهاردة دي ضايقتني، ممكن ما تعملهاش تاني، علشان الحاجة دي بتضايقني وأنا ما باحبش إن أنت تقول كده أو تعمل كده، أيًا كان نوع الحاجة اللي هو عملها، قولي له، خرّجي أول بأول، بدون انفعال، بدون عصبية، بدون زعيق، بدون شتيمة. الست دايمًا العصبية المنفعلة اللي بتزعّق واللي بتغلط ما حدش بيحبها. حتى هي لمّا بتقعد بينها وبين نفسها بتتضايق من نفسها أوي، بتقول هو أنا إزاي غلطت كده بالمنظر ده، وباتعصب بالشكل ده، بتحس إن هي مش ست. فاحرصي دايمًا على إنِّك توصّلي الحاجة لزوجِك بهدوء، حافظي على أنوثتِك، لإن أنوثتِك في هدوئِك مش في عصبيتِك، ما تتكلميش في أي موضوع بصوت عالي أو بعصبية أو بانفعال أبدًا، اتكلمي دايمًا بهدوء. لمّا زوجِك ييجي في أي غلط يعمله أو أي حاجة عاتبيه وقولي له. حاسة إن أنتِ مخنوقة ومضغوطة قولي له لو سمحت حاول تاخد لي يوم أجازة أو حدد لي يوم أو حتى لو ساعة واحدة بعد الشغل نخرج نتمشى فيها برّه، عشان أنا مضغوطة أوي. خرّجي أول بأول، وما تصدقيش اللي بيقول لِك الحب ما بيتطلبش، لأ الحب بيتطلب عادي. لمّا تطلبيه من زوجِك غير لمّا تتطلقي وبعد كده تبقي تطلبي تقولي ده عمره ما خرّجني، ده عمره ما عمل، ده عمره ما سوّى. طب ما إحنا فيها، اطلبي الحاجة دي بينِك وبينه، مش لازم يحصل كارثة عشان تبتدي تطلبيها. وعشان تلفتي نظره للحاجة دي، لإن مش كل الأزواج ولا كل الرجالة عندهم حتّة إن أنا عارف أنتِ إيه اللي في دماغِك أو أنتِ بتفكّري إزاي، لإن كل ست غير التانية. في ست بتتراضى بالكلمة الطيبة، وفي ست بتتراضى بالفلوس وبالماديات. الله أعظم العظمات لله وحده. هنكمّل بعد الأذان بإذن الله. فزي ما قُلت في ست بتتراضى بالفلوس، وفي ست بتتراضى بالكلمة الطيبة، وفي ست بتتراضى بإن هي تخرج. كل ست فينا غير التانية. فللأسف زوجِك أو يعني الشخص ده بيبقى غريب عنِّك ما يعرفكيش، فلمّا بتتجوّزوا هو لسه ما يعرفش إيه الحاجة اللي أنتِ بتحبيها وإيه الحاجة اللي أنتِ ما بتحبيهاش. فما فيش أي مشكلة إن أنتِ تطلبي منه إن أنتِ تقولي له أنا باحب الحاجة دي ممكن تجيبها لي، أنا باحب أخرج، أنا باحب إن أنا أقعد في البيت، أنا باحب إن نقعد كده ونتكلم ونتفرّج على التلفزيون سوا، أنا باحب إن أروح عند ماما، أنا باحب تجيب لي هدايا كتير. كل ست وليها حاجة معيّنة اتربِّت عليها ونشأت عليها. فعشان كده ما فيش أي مشكلة إن أنتِ تطلبي من زوجِك، ما فيش أي مشكلة إن أنتِ تعرّفيه الحاجة اللي أنتِ بتحبيها، لا هتوقّع من كرامتِك ولا هتهينِك ولا هتصغّرِك بينِك أبدًا، أبدًا. هتحافظ لِك على بيتِك، هتحافظ لِك على حياتِك، هتقرّب زوجِك منِّك، هتخلّيه يعمل الحاجات اللي أنتِ بتحبيها من غير ما طول الوقت تنفعلي وتتضايقي. عشان كده دلوقتي بقينا بنبُص نلاقي الراجل بيعمل حاجات كبيرة أوي فوق طاقته، وبرضه الست مش عاجبها. ليه مش عاجبها؟ عشان عامل حاجات غير اللي هي عايزاها خالص. هي مش عايزة الأكل ده كله ولا اللبس ولا الحاجات دي كلها، هي عايزة كلمة كويسة. تبُص تلاقيه هو بيجيب لها كل الحاجات دي بس ما بيقولهاش كلمة كويسة، فهي تعبانة ومضغوطة. طيب هو بيقول لها كلام كتير حلو، بس هي مش بتاعة الكلام الكتير، هي عايزة لبس، هي عايزة ما أعرفش هدية، هي عايزة. فأنتِ الحاجة اللي أنتِ بتحبيها وصّليها لزوجِك، وحاولي تعيشي مع زوجِك على قدر إمكانياته، ما تبُصّيش لحد. تاني وتالت وعاشر ما تبُصّيش لحد، ما تقارنيش حياتِك بحد. أنتِ اخترتِ الراجل ده، كمّلي معاه حياتِك وحياته على النظام اللي هو عايش بيه. لو هو مقصّر معاكِ بقى ونايم ما بيشتغلش، ساعتها أنتِ بقى بتبتدي تاخدي وقفة. إنّما لو هو بيعمل اللي عليه قدّام ربنا وبيشتغل وهي دي إمكانياته، فأنتِ هتعملي إيه؟ قدّريه طول الوقت، قدّريه وهو صدّقيني لمّا أنتِ تقدّريه هو كمان هيقدّرِك جدًا. وحضرتك كمان يا ريت لو زوجتك جات في يوم من الأيام تقارنك بحد، قُل لها يعني بالراحة كده وبالحُسنى
كل كلمة حسنى وكويسة هتقولها هتتحاسب عليها، سواء الزوج أو الزوجة، والله هتتحاسبوا عليها وربنا هيكافئكم عليها. فما تفكرش إن أنت لو قلت حاجة كويسة هتهينك أبدا والله. فأنت لما هي تيجي تقول لك كده بالراحة، وخلي البركان اللي طلع ده ينطفي بالراحة، قول لها والله العظيم أنا لو بإيدي إن أنا هجيب لك نجمة من السماء، بس هي دي إمكانياتي، طب قولي لي أنا أعمل إيه؟ عارف أنت لو قلت لها جملة زي كده وحسستها إن أنت بتعمل كل اللي في مقدرتك عشان تراضيها، والله هي ما هتبقى عايزة حاجة تاني من الدنيا. هتلاقي حياتها اتبدلت، وهتلاقيها في لحظة تقول لك أنا بهزر معاك، أنت عندي بالدنيا، أنا مش عايزة حاجة. لأن الكلمة الطيبة دايما دايما ردها بيبقى الكلمة الطيبة اللي زيها. لسه الدنيا بخير طول ما احنا جوانا الخير شايلينه لبعض.